ده لو كافر كان مستحيل يعمل في بنته كده. القصة أنا هقولك. القصة يا سيدي إن ده أب بلا رحمة وبلا ضمير موت بنته من الجوع. أيوة أنت سمعت صح، دي بنت اسمها سارة حمدي عندها 17 سنة من مركز قوس في محافظة قنا. أبوها ربنا ينتقم منه اللي مش قادر أقول عليه كلمة كلب، لأن الكلب حرفيا أنضف وأحسن منه. كان على خلافات بينه وبين والدتها ورفع قضية وأخد البنت لحضانته، وللأسف كان بيعاملها معاملة شديدة القسوة هو ومراته الجديدة، لدرجة إن البنت هربت وراحت بلغت الشرطة وتحفظوا عليه في الأول كام يوم، ومع ضغط من الأهل وأهل القرية والناس على البنت قالوا لها ده أبوكي وحرام عليكي. فعلا البنت راحت اتنزلت. الأب يتعظ؟ لا. عمل إيه؟ قرر انه ينتقم من بنته اللي عايشة معاه. عمل لها قفص حديد وحبسها فيه وعمل لها حفرة عشان تتبول فيها. انتم متخيلين الفكرة والمنظر؟ ده مش فيلم رعب ولا مسلسل خيال علمي، لا ده واقع وحصل فعلا. البنت عاشت طول حياتها في قفص زيها زي الكلاب، مربوطة بسلاسل، ما بتاكلش، ولما تعوز تدخل الحمام بتتبول في حفرة زيها زي الحيوانات ويمكن أسوأ. الموضوع يخلص لهنا والأب يفوق؟ برضه لا. البنت من قلة الأكل ومن الجوع أعضائها الداخلية حصل لها تعفن وللأسف فرقت الحياة. الأب برضه يسكت؟ اللي أنا آسف إن أنا بقول عليه أب، برضه لا. أخدها وراح للمستشفى عشان يقول إنها وفاة طبيعية عشان يداري على جريمته ويطلع لها شهادة وفاة، بس الدكتور ربنا يحفظه شك في الموضوع وقال لهم ممكن تكون وفاة طبيعية بس لازم تروح للمستشفى العام عشان يقدر هو كمان يقول اللي يمليه عليه ضميره. وبالفعل الطب الشرعي اكتشف كل اللي أنا قلته لحضراتكم ده. اكتشف إنها تعرضت للتعذيب وسوء التغذية وإنها ما كانتش بتاكل خالص لدرجة إن أعضائها الداخلية اتعفنت. انتوا متخيلين ان في بني ادم يقدر يعمل كده في حد؟ والحد ده مين؟ بنته. طبعا بشكر رجال الداخلية لانهم بيعملوا شغلهم على اكمل وجه، والراجل تم التحفظ عليه فورا وهو حاليا بيتحقق معاه وتقريبا اخد 4 ايام على ذمة التحقيق. ولكن انا بنقل الخبر ده لحضراتكم ليه؟ عشان اقول لكم ان الاطفال ملهمش ذنب، عيالكم ملهمش ذنب في اي خلافات بينكم وبين بعض، مع ان اللي حصل ده مش عادي، دي جريمة حرفيا ربنا هيحاسبه عليها في الدنيا قبل الاخر. عايز كل اللي بيشوفني دلوقتي يترحم على البنت، ربنا يرحمها ويغفر لها ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل في المجرم ده هو وكل اللي زيه، وانا واثق ان هو هياخد عقابه في الدنيا قبل الاخر. هنتظر ارائكم وكل وجهات نظركم في التعليقات.